بعمل اللي ما يعمل يا مسعد، بس الدنيا ولدي مقفلة معايا بالضبة والمفتاح. هو من متى في حاجة بتقفل قدامك؟ ايه؟ جت لحد عندي الضبة والمفتاح ظهروا؟ يعني تفتكر يا مسعد لو في حاجة أعملها مش هعملها علشان خاطرك يا ولدي؟ أنا ما شايفش حاجة غير اللي أنا فيه دلوقتي. معلش يا ولدي، القضية وعرك يا أما ما فيش حاجة وقر عليه. ولدك اتجنن يا أمين، لا عارف اللي بعمله ولا مقدر أي حاجة. لا حيعرف ولا حيقدر إلا لما تطلعه من هنا. أنا لو بيت تدخل مكانه كنت هعملها. عايز الحق، المفروض أنت اللي تكون هنا. أنت مسؤول إيه يا ولدي؟ أيوه، أنت السبب في اللي إحنا فيه. لو كنت سمعت كلامي وما قتلتش صالح الجناوي كان زمان ولدي في حضني. عندك حق يما. أنت مصدق يا ولدي التحريف اللي بتقول همك دي؟ أنا ما مصدقش غير إن أنا هنا شيلتك يابا. أموري عاوزة حاجة؟ في ايه يا بابي؟ مالك؟ انا داخله البيت، انت مش عايز تدخلني ولا ايه؟ ما أنا قايل لك قبل كده لو خرجت من البيت ده ما تعتبيهوش تاني. قعدت بايه؟ حضرتك بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا داخله البيت بيتي على فكره. إيه يا صلاح، أنت اتجننت ولا إيه؟ مش عايز تدخل بنتك البيت؟ طب يا بابي ادخلوا جوه بس واتكلموا جوه. اللي عايز يتكلم معاها يتكلم معاها بره الفيلا مش هنا. اهدى يا بابي بس عشان خاطري. مش هتخش البيت ده طول ما أنا عايش، لما أموت تبقى تشرف وتآنس. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده بيتها زي ما هو بيتك زي ما هو بيتنا. خلاص اتكلموا معاها أنتوا بقى، بس أنا سايب البيت. لا لا خالص، وعلى ايه؟ انا اللي همشي، بس حضرتك بقى افتكر كويس قوي ان انت اللي قفلت كل البيبان في وشي. على اذنك خش جوه ده. مع السلامة. خش. يلا بتمسكي فيها ليه؟ تعالي سيبيها تمشي. اما تعرفي تربي كويس تبقى تمسكي فيها. أنت راجل مفتري. أنا اللي مفتري؟ أنا اللي مفتري؟ طب ادخلوا جوه بس بلاش فضايح قدام مفتري، الشباب. حرام عليك. خشوا جوه. خلاص، ولدي راح، ولدي ضاع. ارتحت يا هتلر؟ اطمنت على حبيبة القلب؟ ارتحت ايه يا امينه؟ انا شايل الطين زيك واكتر. وايه دخل حبيبه القلب بالموضوع؟ والله قلبي حاسس انك عارف وانك رميت الواد عشان تبعد عنه. عارف إيه يا ولي؟ ورميت مين؟ انتجي. هتلر اللي البلد كلها تتهز له، واللي يقدر يحط الحكومة تحت باطه، مش قادر يطلع ولده من المصيبة دي زي الشعرة من العجين. كنت عارف ورميت الواد وجبت لنا واحدة من الشارع. لولا ولدك حافظ على شرفك كان زمان شرفك متمرمش في الطين. كنت عارف ايه ولا ايه؟ انت اتجننتي؟ شفت ايه يا امينه؟ أنا ما شفتش حاجة، سكينة هي اللي شافت. ولو مش مصدقني سألها. سكينه! سكينه! ايوه سي هتلر. تعالي هنا يا بنت الكلب. ايوه سي هتلر. قولي لي إيه اللي بيجرى في بيتي من ورا ضهري؟ ما حصلش حاجه، ايه اللي بيجري؟ مفيش حاجه. وعزة جلالة الله لو ما قلتي لي ايه اللي شفتيه لكن ذابحك ورمي جتتك لكلاب السكك. انتوا جد. قول يا سكينة، قولي له الحقيقة، بس قبل ما تقول لك لازم تعرفي ان ولدك كان خايف عليك ومرضاش يقول لك، وحلفني ما اقولكش وخلالك تنسر لنا في قلبنا. انتجي. سي مسعد مظلوم، ما عملش حاجه. انا بعينيا شفت ست هدى خارجه من عنده كذا مره وسمعتها بوداني بتحاول معاه وهو كان بيرفض. سمعت يا هتلر؟ سمعت؟ يا ريتك تقول انك ما كنتش عارف وتطفي النار اللي في صدري. يا ولدي، يا ريت تقول. يا ضنايا، يا ولدي. نورت. اتأخرت ليه؟ توحشتك؟ أوي. كيفك يا هدى؟ الحمد لله. شدة وتزول. أيوة على دي عين، عين شديدة جت هدت البيت كله. لا يا هدى، دي مش عين، زرع شيطاني حظها المهبب اترمت في تربة محجرة.
ايه زرع شطاني وتربه؟ قصدك ايه؟ لا ما قصديش، خنوقي شوية. بقول لك يا هدى، تعالي نطلعوا على البحر دلوقتي؟ شممك شوية هوا، يردوا فيك الروح ويردوا في أنا كمان الروح. يلا يلا يا هدهد الجناي. طيب هروح اغير هدوم واجيلك على طول. لا ملوش لزوم، حط العباية على جدتك كفاية. طيب ثواني وهجيلك على طول. انت بتعمل فيا كده ليه؟ خسارة يا هدى، كان نفسي أعملك ملكة. من أول ما شفتك وأنا عارف إن أصلك واطي، قلت يمكن بعد ما تتجوزيني تنسي أصلك. عايزة تنجسي البيت اللي قعدت أبنيه بعرق وشقاية. مع مين يا هدى؟ مع ولدي يا بنت الرفضي. مسعد والله العظيم ما حصل حاجه، انا كنت بروح له اوضته عشان اواسيه في المحنه اللي كان فيها. هو راح قال كلام لامه والله ما حصل وكبروه. الحمد لله، الحمد لله إن عندي واد قدر يحافظ على شرفي. وانا كمان حافظت عليه. انت مصيرك الموت يا هدى. انا ما عملتش حاجه والله العظيم ما عملت حاجه. مصدقك يا هدى، ولو كنت عملتي حاجة كنت قتلتك بدل المرة 10. انت هتموتي علشان فكرتي بس. انا حتى ما فكرتش والله ما فكرت. انا ما عملتش حاجه.